السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمالية فريد ودي قناتي. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض البسيسة أو كيكة الذرة. عندي كوبايتين دقيق ذرة، في أصفر وفي أبيض. أنا جايبة الأصفر اللي يريحك اعملي بيه. كوباية دقيق قمح عادي، كوباية سكر، كوباية ونص سكر، كوباية زيت، كوباية مية، 3 بيضات، كيسين فانيليا، كيس بيكنج باودر سوري، بيكنج باودر، معلش أنا آسفة. ودي كل مقاديرنا، بس دي المقادير الطبيعية، المقادير بتاعتنا القديمة. إنما في ناس بتعملها باللبن وفي ناس بتعملها بالبرتقان، اللي يريحك اعملي. لو هتعمليها بالبرتقان هيبقى كوباية برتقان بدل كوباية المية، هتعمليها باللبن يبقى كوباية مية، ممكن تعملي نص لبن ونص برتقان، اللي يريحك. ونبتدي بقى الفيديو بتاعنا. هنحط البيض، وطبعا هنحط مع البيض الفانيليا، ونحط السكر، وهنضربهم. طبعا انا هضرب وارجع لكم علشان الصوت بس. هنحط كوباية الزيت، ونضرب. هنحط دلوقتي بقى دقيق الذرة كوبايتين، وتضربي يعني قبل ما تضربي حاولي ان انت تدخلي كده الدقيق جوه الخليط عشان ما يبهدلكيش الدنيا، واضربي واجهة واحدة. دلوقتي هنحط البيكنج باودر فوق الدقيق الابيض، هنحطه ونحاول نلم بقى بالسباتشولا كده. نحاول ان احنا لما نقلب على جهة واحدة كده. الخليط اهو ابتدى يتقل. اهو احنا كده، بصوا شايفين. هنحط بقى المية، بسم الله. اهو كده العجين خلاص كده. بقى هنجيب الصينية ونحطها في الصينية. احنا طبعا مسخنين الفرن على درجة عالية. طبعا انا الفرن بتاعي مش بدرجة حرارة، بس لو انتي درجة حرارة هيبقى على 180 مش درجة حرارة، هيبقى اسخن حاجة عندك وتحطيها على الشبكة اللي في النص. احنا لسه بس هنحطها في الصينية. انا دهنة الصينية زيت اهي، وهنحط اهو، وهندخلها الفرن. بصي هي هتقعد في الفرن من ساعة الا ربع لساعة على حسب الفرن بتاعك برضو، بس هي بتاخد وقت شوية عن الكيكة العادية. احنا كده طلعناها من الفرن، والله ما كملتش الساعة، يعني حوالي ساعة الا ربع كده في الفرن. وطلعتها معلش بقى على المنظر، لان ما لقيتش عندي خلة بتاعت شيش طاووق ولا الصغيرة، فعملت مشروع. احنا هنسيبها تبرد ونطلعها بقى علشان مش هينفع نقطعها كده. هي كده بردت، انا قلبتها في الطبق. هنقطعها اهو، بسم الله. قطعيها زي ما انت عايزه تقطعيها يعني، بس هي عامه دي بتبقى معروفه انها بتتقطع مربعات يعني. بسم الله. هي سخنه برضو لسه، هنحاول
نطلعها اهي، نطلع واحدة تانية اهي. والله بصوا يعني هي فاتحة من جوه، بصوا سمكها، بصوا طرية ازاي، بصوا جميلة قوي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. يا رب تجربوها بالطريقة بتاعتي وبالمقادير بتاعتي وتعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.